صباح الفل والياسمين على احلى متابعين، بجد وحشتوني جدا جدا جدا. ورجعنا بعد فترة غياب طويلة قوي قوي قوي، بس بجد والله كنت مشتاقة لكم جدا. و نفسي بجد اطلع اعمل فيديوهات كتير جدا جدا معاكم، بس ساعات الواحد بيبقى عنده ظروف وبيبقى غصب عنه التأخير الكبير قوي ده. بس بعد غياب رجعنا لكم بوصفة اقتصادية وسهلة وسريعة وجميلة وموفرة جدا 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 جدا. قبل ما ندخلوا على الفيديو النهاردة متنسيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد. ويلا بينا ندخلوا على وصفتنا النهاردة. الوصفة بتاعتنا النهاردة المبكبكة الاقتصادية. هنجيبوا حلة نحطوا فيها معلقتين او 3 من الزيت، وهننزله بالصدق بتاعنا. الصدق هتسيبيه هتنزليه في المادة الدهنية، ما تقلبوش كتير عشان ما يفرولش معاكي او يفك كده. لا، انت تسيبيه لحد ما من تحت ياخد لون وتقلبيه على الناحية التانية ياخد برضو كله لون واحد، وبعد كده نكمله وصفتنا مع بعض. ده ربع كيلو من الصدوق. أكلة اقتصادية وجميلة جدا 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 وهتعجبكم والله. ولو عندك عزومة هتوفر معاكي كتير وهتبقى من أحلى الأصناف اللي انت هتعمليها في العزومة بتاعتك. وطبعا داخل علينا رمضان، وكل عام وانتم بخير، واللهم بلغنا رمضان. بصوا خلاص كده، بصي اول ما ياخد معاكي الصدق كله لون واحد هتنزلي بقى ببصلايه مفرومه في الكبه. يا سيدي على الجمال، حاجه كده فوق الروعه، ريحه وطعم بجد خيال. هتنزلي بالبصلايه المفرومه وهتقلبيها، هتنزلي برشه فلفل اسود عشان تبقي مبهره كده البصل مع الصدق. وهقلب بقى البصل مع الصدوق. انا مش عايزه ادي البصل لون يا جماعه، لا، انا عايزه بس البصل يدبل معايا وياخد لون بسيط جدا، بس مش لون احمر، لا، لون بسيط قوي. هنزل بقى ب3 فصوص من التوم برضو مفرومين في الكبه. النهارده الكبه بتاعتنا هي الراعي الرسمي للاكله بتاعتنا الاقتصاديه النهارده. ومعانا قرن فلفل كوبي برضو مفروم في الكبه. مش بقول لكم هي الراعي الرسمي بتاعنا النهارده؟ بجد يا جماعة الكبة دي حاجة خيال، بتوفر عليكي حاجات كتير جدا، وقت ومجهود وكل حاجة. دلوقتي برضو معانا من 4 ل5 حبات من الطماطم برضو مفرومين في الكبة. هقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض. بصوا الجمال، بجد حاجة خيال. نفسي بجد تجربوها وتقولي لي رأيكم. انزلي بقى ببهاراتك يا ست الكل. هتنزلي بالفلفل الاسود والكمون، وهتحطي شطة. لو عندك بقى قرن فلفل سبايسي حطي، حاجة تحفة تحفة تحفة. انا ما كانش عندي فحطيت شطة، وحطيت برضو شوية فلفل اسود وشوية سكر علشان طبعا الطماطم. وقلبي بقى كل مكوناتك الجميلة دي مع بعض. حاجة كده خيال، بجد الريحة روعة روعة روعة. جربوها والله ما هتندموا. بس لو جربتوها قولولي بقى رأيكم في الكومنتات. خلاص كده انا خلاص هغطي على الحاجات اللي احنا عملناها دي، وبعد ما تغلي غلوة في التانية هقلبها تقليبة جميلة، وانزل بلتر من المية. لتر من المية اهو. ولو احتاجت يا جماعه الوصفه بتاعتنا النهارده ميه تاني حط لها. عايزه تعملي لها عصير طماطم براحتك. طبعا هغطي عليها واسيبها تاخد برضو غلوه والتانيه، ونشوف هنعمله مع بعض ايه. بصوا شايفينها بتغلي ازاي. خلاص هنزل دلوقتي بقى بكيس مكرونه اللي هو 400 جرام، اللي هو الملكه، الحوا. حوا جميله جدا جدا، والملكه طبعا، بس انا بصراحه يعني 3/4 وقتي بستعمل الملكه. خلاص نزلنا بالكيس المكرونه اللي هو 400 جرام اتفقنا، حطيناه على المكونات اللي معانا. بصوا اول بقى ما تغلي كده، يعني اقول لك ايه، طلعي كل طاقتك بقى ان انتي تقلبي المكرونه كويس جدا جدا. ما تخليش ولا مكرونايه تلزق معاكي من القعر عشان مش كلها تلزق، لا، قلبيها كويس جدا 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 كده. خلاص غطيناها، ويعني وطي عليها زي الشمعة بالظبط. بصوا شكلها ولا كان طعمها روعة 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 بجد. مش هتندمي تجربي المبكبكة اللي بالصدق، اوفر بكتير من المبكبكة اللي باللحمة، لان طبعا اسعار اللحمة بقت فوق في السما واوفر جدا الاسعار. فهتجيبي ربع صدق وهتعملي منه احلى واطعم مبكبكة. دلوقتي انا فضيتها في الصينية وعلى كلوب الف هنا وشفا. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم، ولو عجبكم
ومتبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه والكومنت الحلو زيكم يا احلى متابعين. اشوفكم على خير فيديو جديد ومع السلامه.